يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض طبق كشري، بس ما حصلش ولا هيحصل قبل كده. ازاي يا رانيا؟ وايه يعني انت بتبالغي قوي زياده عن اللزوم؟ لازم تعملي الطريقه دي وتجربي عشان تشوفي الطعم وتشوفي ان رانيا بتقول صح ولا لا، او انا ببالغ او ما ببالغش. الطريقه اللي احنا هنعملها دي انتي بس اللي هتبقي خسرانه لو ما اتعلمتيهاش وعملتيها بنفس التكات وبنفس الطريقه بتاعتنا، لان فعلا كل اللي هيدوقها من ايدك من رابع المستحيل، ومستحيل مستحيل هيصدق ان ده معمول في البيت، والطعم ده فعلا الكشري ده في البيت. انتي امشي على نفس المقادير وعلى نفس الطريقه بتاعتنا، وادعي لي احلى دعوه من بقك الجميل يا قمر. ويلا بينا عشان نشوف الطعامه دي اتعملت معانا ازاي. اول حاجه انا بجيب الحمص وبغسله كويس قوي بعد ما بنقيه، واحطه في ميه سخنه واغطيه لحد ما الميه تبرد عليه، بيبقى بالشكل اللي انتي شايفاه ده. اول ما ادوس عليه الاقيه بيتكسر في ايدي بمنتهى السهوله. هنحط دلوقتي فيها الميه زي ما هي، هنحط معلقه صغيره من الثوم واغطي عليها واوطي عليها النار واسيبها بقى تكمل سوا لحد ما نخلص الكشري بتاعنا، وكده هيبقى الحمص استوى معانا. ايه بقى اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي؟ طبعا البصل انا قصرت الموضوع علشان ما ناخدش وقت في الفيديو، وحمرت البصل وبناخد دلوقتي الزيت بتاعه، وبزود من كل ما احط شويه ازود شويه من الازازه عشان يكفي كميه الكشري اللي انا هعملها. دلوقتي احنا بنعمل الصلصه. بنزل دلوقتي ببصلايه واحده وسط مقطعاها ناعم جدا، وبنزل بيها لحد ما تديني اللون الاصفر. هي لونها اصفر وذهبي مش غامق، هو بس الكاميرا اللي عامله كده. بنزل بمعلقه صغيره من الثوم وبقلب كويس جدا. انا عايزه بس الثوم يطلع الريحه مش اكتر. مجرد ما ريحه الثوم مع البصل تطلع بنزل على طول بعصير الطماطم بتاعي. انا كنت مخزنه عندي عصير طماطم هنزله. بس بنزل بايه؟ معلقه صغيره من الكزبره الناشفه الاول. ولو عندك طبعا صلصه زي حالاتي كده هتروحي نازله الاول بايه؟ بمثلا حوالي 3 معالق كبار او معلقتين كبار، لان انا معايا كميه الصلصه بتاعتي كبيره، فبتنزلي بيها الاول عشان اي مواد حافظه في الصلصه تخلص خالص وتنتهي الاول. وبقلب كويس جدا، بحاول اخففها بشويه ميه صغيرين جدا. اول ما الاقيها خلاص بدات اهي اتسبكت كويس قوي معايا كده، وبتاع يعني اقل من دقيقه بروح نازله على عصير الطماطم بتاعي. انا معايا هنا عصير الطماطم ضربته في الخلاط. الطماطم دي كنت الاول مديها غلوه وسايباها تبرد، وبعد كده خدتها وعملتها عصير في الطماطم. التكايه بتاعتي هنا بقى انا بجيب نص شفشق من الطماطم، نص شفشق خلاط، وبنزل فيه بحوالي بصلايه، برضو بصلايه تانية، وحوالي حوالي 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم، وكزبره وشويه كمون وفلفل اسود وملح، وبضربهم كويس جدا جدا جدا. طبعا عندك فلفل رومي او فلفل حراق زي حالاتي كده هتحطي حوالي قرن او قرنين. انا بزود بصراحه، ممكن احط 3 قرون كمان او 4. وحوالي كوبايه ميه وايه، وبضرب الخليط ده بخليه ناعم جدا زي ما هتشوفي معايا. انا هنا بظبط هنا الملح بتاعه، وبروح نازله عليه، نازله بالخليط بتاعي على الصلصه بتاعتي. جربي واعملي التركايه ديت وهتدعي لي ده على السنين، بس اعملي اللي انا قلت لك عليه بالظبط. والله العظيم هتقولي انا شوفي اصلا البيت كله هيتقلب ازاي، وريحه الصلصه هتعمل ايه معاكي. ماشي. وبقلبها بقى وبسيبها مع نفسها. هنا كانت المكرونه بتتسلق زي ما انتم شايفين، انا بوريها لكم قبل ما اصفيها، وانت خلاص هصفيها. هنا بسم الله ما شاء الله كنت عامله حوالي 2 كيلو مكرونه، كيلو ونص اسباجيتي ونص من الوسط الصغيره. بجيب بقى حله كبيره وبحط شويه زيت من اللي احنا محمرين فيه البصل، ومعلقه صغيره من الثوم. اول ما الثوم ريحته تطلع بنزل دلوقتي بايه؟ بنزل بكميه اسفه نسيت برضه اقول لكم، بحط رشه من الكزبره الناشفه، وبعد كده بنزل بكميه المكرونه اللي انا سلقتها وايه، واروح مقلبها كويس جدا جدا. لازم اقلب المكرونه كويس جدا في الماده الدهنيه اللي انا عملتها ديت، او الماده الدهنيه دي بقلبها. لازم تغلفي المكرونه كويس جدا، وبعد كده بتغطيها وبتسيبيها على جنب. تعالوا بقى عشان نعمل بقى الايه، هنعمل الحله بقى الكبيره بقى الايه اللي هي ايه بهاريز. ايه هي بقى يا رانيا؟ اللي طبعا شامله كله بقى. هنعمل الرز بتاعنا. انا معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من الشعريه، عليه كيلو ونص من الرز. طب يا رانيا دي كميه كتير قوي بتاعت الشعريه. لا، انا بصراحه ربنا بعمل الكشري بتاعي كده. انت لو عملتي بنفس الطريقه هتدعي لي ده على السنين. بنزل دلوقتي بعد ما بحمر الشعريه بنزل بالرز بتاعي. عندي العدس بالجبه بتاعي
او بنزل اسفه بنزل بكوبايه من العدس الاصفر، وبرده بفضل اشوح فيه كده مع الرز والشعريه. والعدس بجبه بتاعي انا بكون عامله فيه نفس الموضوع بتاع الحمص، بحط عليه ميه سخنه واروح سايباه. اول ما اما الميه تبرد من عليه استعمله على طول. كنت الاول بصفي الميه دي، بس لا، الميه فعلا بتدي طعم رهيب للرز بتاعي. انا بوريه لكم هو سليم جدا. طب انت ليه بتعملي كده يا رانيا؟ انا بعمل كده عشان لما اجي احط الميه بتاعه الرز بتاعي دلوقتي عشان يستوي، بتحطي ميه للرز فقط. الغي ان انت حاطه العدس، كانك ما حطيتيش عدس. يعني احنا بنحط بس القعده. ايه قد ايه يا رانيا؟ طبعا كلنا عارفين ان كوبايه الرز بتاخد كوبايه وربع من الميه. انا مثلا حطيت هنا مثلا اللتر، حسبت مثلا اللتر ونص، حطيت له كيلو ونص رز، لتر ونص من الميه. وممكن اكون حطيت كمان كوبايه ميه اللي هي بتاعت الشاي الصغيره دي. وبقلب كويس قوي، بحط الملح والفلفل، ولو في كزبره بحط شويه كمون برضو. ما تنسيش برضو في معلقه توم بتحطيها برضو. وبقلب كويس جدا. ومرق الدجاج دي برضو بتديها تركايه حلوه جدا. بتنزلي بمكعب واحد بس مرقه، انا حطيت 2 لان انا كنت عامله كميه كبيره زي ما انتم شايفين. وبغطي وبسيبه يستوي على جنب. نيجي هنا بقى للدقه بتاعتي. طبعا كلنا عارفين الدقه، احنا كلنا شطار. انا بحب اعملها على البارد، بمعنى بحط يعني ملح وكمون وشطه وكزبره، توم، فلفل حامي وبارد. بجيب بقى ميه الحمص وبحط منها على الخليط ده. مثلا لو حاطه مثلا كوبايه من ميه الحمص، بحط نص كوبايه من الخل. ايوه زي ما انت سامعه كده، نص كوبايه من الخل، عشان اعرف احس بالنكهه بتاعت الدقه، لان الخل هو اللي بيظهر النكهه بتاعتها. وبنزل بكبشه كبيره من الصلصه بتاعتي بتاعت الكشري. وبظبط الملح بتاعها. وطبعا عندك ليمونه هتعصري، يبقى لازم ليمون معايا برضو. شوف انا بزود برضو هنا شويه خل برضو، عشان ايه؟ احس ان طعم الدقه باين معايا حوالي 4 ليمونات او 3 ليمونات، هعصرهم كلهم اهم جنبهم. انا هنا بظبط بس الايه، بحط بس الكمون بظبطه. وبعصر دلوقتي الايه، الليمون بتاعي. هتخلصي كل كميه الليمون بتاعتك زي ما انت شايفه كده، وتقلبي وتظبطي الملح بتاعك. وبصي، مش عايزه اقولك الدقه رهيبه. انه دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل تركايه حلوه قوي 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 في الشطه اللي بالزيت. انا حطيت هنا، خلي بالك، حط حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وحطيت كميه الشطه بتاعتي. واول ما حطيتها بدات اقطع عليها حوالي طماطمتين 2 بالعدد او 3 بالكتير قوي، على حسب كميه الشطه اللي انت عاملاها. وبفضل ايه، اسبك فيها كده، اخليهم يتسبكوا ببعض كويس جدا. انا هنا حسيت ان انا عايزه احط شطه تانية اكتر، حطيت، لان عندي بيعشقوها عشق السنين. بقلبها كويس قوي قوي. طب انت يا رنا مش حاطه زيت كتير ليه؟ لان انا هحط ميه. ايوه زي ما انت سامعه كده وزي ما شفت بعينيكي. انا بنزل بحوالي كوبايه الا ربع من الميه، وبنزل هنا بحوالي برشه من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، وبسيبها تغلي. وبوريكم دلوقتي الرز بتاعنا مالوش حل. شايفين عامل ازاي؟ اقسم بالله العلي العظيم الطريقه دي اللي هياكلها من ايدك. بص انا بوريها لكم اهو بعد ما خدت غلوتين بقت شكلها ايه. وكلي بقى يا بنتي احلى والذ طبق كشري هتاكليه، الكل هيشهد لك بيه. هتاخدي جائزه نوبل في وسط الايه، في وسط العيله بتاعت حضرتك. انسي ان هم يرضوا يشتروه تاني من بره، هم اللي هيتخانقوا معاكي وهيقوموكي. حتى لو انت مكسره هيقولوا لك مش هناكل الا من ايديك انت، وانت اللي هتعمليه زي ما بيحصل مع حالتي. ده حقيقي فعلا، انا بيخلوني اقوم انا اعمله حتى لو انا متكسره. بس جربي بس الطريقه دي، وما تنسيش رايك الجميل من ايدك. والف انا حبيبه قلبي، باي.